يلا بسرعة خبز في المية المغلية وشوف النتيجة وشوف الجمال. يلا بينا اهو، النتيجة هتطلع ممتازة. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها وعافية الأبدان وشفاءها ونور الأبصار وضياءها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعيني الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم بفيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو، لو عجبكم الفيديو إن شاء الله دايما يعجبكم، بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم لحد عندكم كل جديد بقدمه إن شاء الله. أنا النهارده الفيديو هعمل معاكم الخبز الألماني، حلو جدا جدا في المية المغلية. يلا نجربه مع بعض ونشوف النتيجة. الصراحة النتيجة بتبقى هايلة. يلا بينا بسرعة نقول المكونات. كمية الدقيق اللي أنا هستخدمها تمام كده، وانت اعملي الكمية اللي انت حباها. معايا كده بما يعادل نص كيلو من الحليب تمام كده، عشان الكمية بتاعت الدقيق معايا كمية كبيرة. معايا نص كوباية من الزيت على السمنة، معلقة كبيرة من السكر، معلقة من الملح، باكو من الخميرة. دي كل مكوناتي. كل اللي انا هعمله هشيل كده هنا الحليب. يلا بقى كل حبايبي ما تنسونيش باللايك الحلو للفيديو والاشتراك في القناة كده تمام. هنزل هنا بالسكر وكمان الخميرة، اسيبهم كده لما الخميرة بتاعتي تتفاعل. نرجع مع بعض نكمل الفيديو. رجعت لكم بعد الخميرة بتاعتي ما اتفاعلت بالشكل ده وبقيت تمام. هننزل عليها بالدقيق واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبهم واحدة واحدة ببعض كده ونشوف احنا محتاجين دقيق تاني ولا لا. هنقلبهم في بعض واحدة واحدة وهنشوف نكمل ازاي. هنا كنت اضفت معلقة الملح على الدقيق. بس انا كده محتاجة دقيق تاني. هعجنهم كويس جدا جدا وارجع لكم تاني. قلبي لسه بعجن فيها، حطيت لها شويه من الحليب بس حبيت اوريها لكم عشان لسه كانت محتاجه مني. هخلص بس كل العجين فيها كويس جدا جدا ونرجع نكمل الفيديو مع بعض ان شاء الله. رجعت لكم بعد العجينه بتاعتي كده ما خلصتها بالشكل ده. فاضل عليا بس خطوه واحده، ان انا احط لها بس شويه الزيت مع السمنه واعجنها ببعضها كويس جدا بس. ودي كل الحكايه بس، وكده تبقى خلصت معايا. واسيبها بس تستريح 10 دقايق مش اكتر، لان هي مش محتاجه خمر كتير يعني. هقلب كل السمنه فيها واسيبها تستريح ونرجع نشكلها مع بعض. كل حبايبي بعد ما سبت العجينه استريحت معايا 10 دقايق بس مش اكتر، وهرجع كده اشكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقطعها بس كلها على الشكل ده ونرجع نكمل مع بعض. حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما قطعت كل العجين اللي معايا بالشكل ده. قطع معايا كذا طبق من ده. حطيت الميه على النار كده بالشكل ده، وهحط فيها كربونات. لو مش عندك كربونات ممكن تحطي ملح بس كده. هاخد بقى قطعه من اللي انا عملته. بسم الله الرحمن الرحيم. وانزلها في الميه. كل جنب هخليه 30 ثانيه مش اكتر من كده، يعني كأنك هتحسبي دقيقه واحده كل جنب 30 ثانيه وتقلبيها الناحيه التانيه. سهله جدا، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، وهتوفر معاكي كمان في الفرن. بس كده هطلعها من هنا على ورقه كده، ورقه زبده عشان اصفيها. كل جنب زي ما قلت لكم هنحط على كل جنب 30 ثانيه، وهنفضل نعمل فيها كده
حط على وشها الميه من فوق كده. هخلص كل الكميه بتاعتي بالشكل ده وارجع لكم بعد ما اخلص عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بس كل حبايبي بعد ما خلصت الكميه على البوتاجاز وحطيتها في الميه طلعت بالشكل ده، نشفتها كده على ورق زبده وبعدين حطيتها في السيجان اللي انا هدخلها الفرن، ودهنت وشها بطبقه خفيفه كده من السمنه من فوق. ممكن تدهني وشها ببيض، ممكن تدهني وشها بنسكافيه، اي حاجه زي ما انت عايزه. هنعمل كده معانا موس نضيف او اي حاجه هنعمل بيها. هرش عليهم سمسم او حبه بركه او اي حاجه، وهدخلهم الفرن على درجه حراره عاليه وارجع لكم ان شاء الله. بعد يا حبايبي بعد ما خلصت الخبز الميه المغليه بالشكل ده تحفه. قولوا ايه رايكم فيه؟ شايفين الجمال؟ شايفين هش وطري ازاي؟ حلو جدا. بصوا والريحه والطعم حكايه. يلا نشوف واحده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا شايفين من جوه، شايفين عامل ازاي؟ شايفين كمان هنا طعمه حلو جدا. قولوا ايه رايكم فيه؟ لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه لايك للفيديو واشتراك في القناه، فعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.